بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحشتوني جدا جدا. في البداية نصلي على الحبيب، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اضغطوا زر الاشتراك تحت الفيديو وفعلوا زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. النهاردة هنعمل مع بعض مشروبات رمضانية كده، السفرة بتاعتنا ما بتخلاش منها طول الشهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين. اول نوع معايا هنعمل السوبيا. معايا هنحط كوباية من اللبن البودرة، ممكن تجيبيه سايب من عند العطار عادي، وعليها كوباية من السكر المطحون، سكر البودرة. ممكن سكر حبيبات عندك عادي وتحطيه في المطحنة بتاعة الخلاط. وعليه برضو كوباية من الكريم شانتيه، ورشة فانيليا، وكمان معلقتين كبار من بودرة جوز الهند. ممكن تجيبي جوز الهند العادي اللي موجود عندنا كلنا وتطحنيه في المطحنة، تاخدي منه معلقتين كبار. هتبقى معاكي احلى سوبيا بجد. هتتخزن تحطيها في علبة او برطمان عندك، كل المكونات دي تقلبيها مع بعضها، حلوة جدا ناعمة جدا. معلقة بقى من الخليط ده على كوباية لبن متلجة كده، هتعمل لك احلى سوبيا. ممكن تشربيها بدون مواد حافظة او الوان، انت اللي عاملاها في بيتك، مش شارياها من الشارع خالص. حلوة جدا وهتشرفك قدام ضيوفك. احنا عملنا مع بعض قبل كده عصير الجزر بالبرتقال او القمر الدين، وخزناه في الفريزر مع بعض. عصير مركز، الفيديو بتاعه هتلاقوه نازل على القناة، حلو جدا جدا. والنهاردة هنعمل مع بعض بإذن الله السوبيا، وهنعمل مع بعض العناب او الكركديه المركز. مشروبات رمضانية حلوة جدا جدا، هتنفعك في سفرتك. سجليها عندك وابدأي اعمليها من دلوقتي وجهزيها، بتسهل علينا كتير قوي. لما بيبقى العصير جاهز بيوفر لك وقت كتير قوي في نهار رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنا خلصت السوبيا بتاعتي، ما اخدتش، هي مجرد بس مكونات على بعضها كده، وتتقلب تقليبة كويسة وتتخزن في مكان كويس، ما تتحطش في التلاجة خالص، خليها بره التلاجة. هاخد منها بقى معلقة دلوقتي على كوباية لبن متلج كده، هي فيها السكر بتاعها، مش بنحتاج نحط سكر خالص، ولو احتاجتي طبعا تحط سكر بنحط عادي. انا بحب اعملها في الخلاط، يعني لما هاجي استعملها باذن الله في رمضان هحط منها معلقتين 3 على حسب انت بتحبيها تقيله خفيفه في الخلاط، وعليها اللبن، وبزود سكر. طبعا السكر ده يرجع ليكي، تزودي او لا. هي كده مسكره وطعمها حلو جدا جدا، وبضربها في الخلاط بحيث اتاكد ان المزيج بتاعها يبقى حلو قوي كده، وكمان تبقى ناعمه جدا جدا. بصوا هنا انا حطيت معلقه وعليها كوبايه اللبن، حلوة جدا بجد، تستاهل انك تجربيها. بصوا لونها وقوامها، والرغوة اللي بتبقى فوق الصوبيا اللي بنشتريها من بره دي، على الاقل انت عارفة انت عاملاها ازاي، وكمان تبقي مطمنة وانت بتشربيها لاهل بيتك. نيجي بقى للعصير التاني معانا، عصير العناب او الكركديه المركز. بصوا هنا معايا ده كركديه اشتريته من العطار. يفضل طبعا تشتريه اللي يبقى لونه غامق خالص كده، كل ما يبقى لونه غامق كل ما اديكي لون كويس، وكمان طعم احسن، بيبقى مركز اكتر. غسلته كويس وبعد كده نشفته، وهنا بعد ما نشف معايا بوريكم الوردات بتاعه الكركديه. الغامقه دي بتبقى حلوه جدا جدا فيه. هاخده معايا بقى على المطحنة بتاعتي شوية بشوية كده، وابدأ اطحنه في المطحنة بتاعتي. طبعا ممكن تضربيهم كلهم في الكبة مرة واحدة، ده يرجع ليكي طبعا. وبعد كده ابقى حطيتهم في بولة عندي، وهبدأ كل الكركديه اللي انا طحنته ده، هبدأ اهم حاجة ان انا اصفيه بمصفى، يعني انا صفيته بالمصفى السلك دي. وبعد ما خلطت معاه السكر لقيت ان هو كمان كان محتاج يتصفى في مصفى اللي هي بتاعه الدقيق، او اللي بنعمل بيها الدقيق، اللي بتبقى فتحتها اضيق من كده شويه كمان. بعد ما خلصته، لما يعني لو حصلت معاكي المشكله دي، بعد ما تعمليه عصير خالص حاولي تصفيه، يعني بعد ما نضربه ونجهز العصير معانا خالص نصفيه، بيبقى حلو جدا جدا، وكل الشوائب دي بتروح. كل ده كركديه برضو، يعني مش حاجه وحشه. حطيت عليه الكمية بتاعتي، احنا بنحط كمية السكر قد كمية الكركديه بالظبط. كان حوالي كوباية كركديه، حطيت عليها كوباية سكر، وبعد كده زودت نص كوباية كمان. واهم حاجة حطيت عليها نص معلقة من ملح الليمون. ملح الليمون اول حاجة بنت حافظة، تاني حاجة بتديله الطعم والمزازة بتاعة العناب المميزة دي، بتبقى حلوة قوي قوي في العناب.
بعد ما خلصته برضو كده حطيت عليه حوالي معلقتين من المية، وحاولت ان انا امزج السكر بالكركديه كده، بحيث يبقى في سنة طراوة كده وناعم زي اللي بنشتريه من بره الجاهز بالظبط. جبت كوباية مية متلجة وحطيت عليها معلقة من الخليط اللي احنا لسه عاملينه. طبعا لازم اجربه. طعمه حلو جدا، لونه وقوامه وشكله جميل جدا جدا. جربيه. ده العصير التاني معانا. كده احنا جهزنا مع بعض 3 عصاير. عصير البرتقال بالجزر المركز عملناه قبل كده، وده هنا عصير العناب، وكمان السوبيا الجميلة بتاعتنا. لو وصلت لحد هنا ما تنسوش تفعيل زر اللايك والاشتراك تحت الفيديو علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم.